ليه العين الاماراتي ما قدرش يبان بالقوه اللي هو المفروض يبان عليها زي ما كان بيلعب في دوري ابطال اسيا وفي القاره عموما او في الدوري الاماراتي قدام الاهلي المصري؟ كولر حرفيا من اذكى المدربين اللي جم في تاريخ الدوري المصري. مدرب فاهم، مدرب عارف خطوره الفرقه اللي قدامه. كولر مش بس ذاكر العين الاماراتي، لا ده عارف خطورتهم بتبدا ازاي وبتنتهي فين. كولر عارف ومتاكد ان خطوره العين الاماراتي بتبدا في بناء الهجمه من الخلف، من اول حارس المرمى او من اول الاثنين المدافعين مع الاثنين الباكات. بيقدروا يطلعوا بالكرة كويس، ولو طلعوا بالكرة كويس هنا بيقدروا يشكلوا خطورة على اي خصم قدامهم. بيدي اريحية للمهاجمين بتوعهم سواء سفيان الرحيمي او لابا كوتجو ان هم يوصلوا للمرمى بتاع المنافس. كتير من الاوقات كنا بنشوف كولر ضاغط بلعيبته الاربعه اللي قدام، كل لاعب مع لاعب، بحيث ان حارس المرمى ما يقدرش اصلا يبدا الهجمه من ورا. وهي دي كانت الفرصه الوحيده اللي من خلالها يقدر نادي العين ان هو يبدا هجمه من ورا، وهي ضربه المرمى. كولر دايما كان بيلعب بضغط عالي، وده شفناه كتير في ماتشات، بس بالطريقه اللي كان بيضغط بيها على العين الاماراتي ما شفناهاش قبل كده في اي ماتش. وهو ان كل لاعب مع اللاعب بتاعه، لدرجه ان كان قبل كده بيخلي كل لاعب يركز مع الباكات وواحد بيركز مع لاعب الوسط، عشان خاطر لو الحارس لعب الكوره في العمق او لعب الكوره في نص الملعب. بس في الماتش دوت ما شفناش كده. في الماتش ده احنا شفنا ان كل لاعب كان بيبقى موجود مع اللاعب بتاعه، يعني مان تو مان، كل لاعب مع المان بتاعه مش سايبه. عشان كده خلق حاله من الارتباك، ما خلى لعيبه العين الاماراتي ما تقدرش تطلع بالكوره من ورا. خلي بالك الكولر كان بيعمل كده والاهلي كسبان، فمعنى كده ان هو كان بيشيل حرفيا التكتيك بتاع كريسبو او القدره الذهنيه في التفكير، لان هو ما كانش عارف ساعتها يعمل ايه. انا العب ازاي؟ انت كسبان، كسبان واحد، كسبان اتنين، وما زال بتضغط ضغط عالي، ضغط عكسي، بتضغط من اول حارس المرمى. علشان كده انا ما كنتش عارف انا هعمل ايه. ده بالنسبه لكريسبو. لما كان العين الاماراتي بيبقى معاه كوره او بيقدر في بعض الاحيان ان هو يطلع بالكوره من ورا، كنا بنشوف دايما ان حسين الشحات طاهر محمد طاهر بيرجعوا ورا، علشان لو يحيى عطية الله واكرم توفيق تقدموا عند نص الملعب بيبقى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بيغطوا في الخلف. ده كاد يكون انهم بيقفوا على نفس الخط مع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، وده بيخلق حاله من عدم القدره على الوينجات بتاعه الهلال ان هم يخترقوا او يتقدموا بالكوره، وكانت بتتقطع منهم بسهوله. طيب ده عمل ايه؟ ده خلاك تلعب في اوقات كتير 4-4-2، وفي اوقات كتير انت كنت بتلعب، او مش اوقات كتير يعني اوقات متفرقه على المباراه، لما كان بيقدر هجوم العين انه يتقدم لقدام كنت بتلعب ب6-2-2، 6 واقفين ورا، اكرم وطاهر، حسين ويحيى، معاهم ياسر ورامي ربيعه. وده يبين لك قد ايه ان كولر فعلا كان داخل الماتش مركز ومجتهد. دي تفصيله بسيطه من اللي حصل يوم ماتش العين.